الفوكس. الفوكس في اللغة العربية معناها التركيز، وأي صورة فوتوغرافية موجود فيها حاجتين، منطقة الإن فوكس ومنطقة الأوت اوف فوكس. يعني منطقة متركز عليها وواضحة، ومنطقة تفاصيلها مش واضحة، يعني بلوري. يبقى لازم لو بتصور أي حاجة في الصورة يبقى العنصر الأساسي بتاعك في الصورة جوه نطاق التركيز. تخيل كده انت جيت تصور إبراهيم صاحبك، وانت بتصور لقيت ان الفوكس بتاعك على الشجرة اللي ورا إبراهيم. معنى كده ان الصورة دي بقت صورة الشجرة مش صورة إبراهيم، علشان الشجرة هي اللي واضحة وإبراهيم مش واضح. طيب هتعمل ايه بقى؟ وانت بتصور إبراهيم لازم تكون متحكم وتخلي الكاميرا تفهم انك عايز تصور إبراهيم، وتخلي الفوكس بتاعتك على إبراهيم. طيب تعمل كده ازاي؟ الشركات وهي بتصنع الكاميرات عملوا نظامين للتحكم في الفوكس. اول نظام هو المانيوال فوكس، وتاني نظام هو الاوتو فوكس. المانيوال فوكس يعني تقدر من خلال العدسة تحرك مكان الفوكس في الصورة وتخليه على الموضع الرئيسي للصورة. اما بقى الاوتو فوكس فهو اسرع بكتير من المانيوال، واغلبية المصورين بيستخدموه، وده عن طريق انك بتحدد نقطة معينة وتحركها وتحطها في المكان اللي عايز يبقى فيه الفوكس في الصورة. هنا الكاميرا هي اللي بتظبط الفوكس عن طريق موتور داخلي على الموضع الرئيسي في الصورة. الطريقة دي بيعتبرها المصورين أسرع وأدق في ضبط الفوكس.